السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوني، انا نونا ودي قناتي. لايك وشير للفيديو لو عجبكم. بحبتين من البطاطس هنعمل احلى سندوتشات، ينفعوا الغدا ينفعوا العشاء، بس بجد طعمهم وريحتهم تحفة، هتعجبكم جدا. طريقة سهلة وبسيطة ومش هتاخد منك وقت. تعالوا كده هنسمي الله وهنصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. ومعنا كده حبيتين من البطاطس، ممكن تستبدليهم بحباية كبيرة. دول البطاطس دي وسط، ممكن إذا عايزة تضعف الكمية تضعفيها حسب رغبتك برضو. هنقشر البطاطس كده ونخلص الكمية البطاطس تقشير، وبعد ما نقشرها هناخدها نغسلها. هنبدأ كده نقطعها مكعبات وسط، يعني مش كبيرة. هنقطعهم كده ونخلص الكمية كلها تقطيع، وهنجهزهم نغسلهم وهنحطهم في حلة كده على النار، وهنزل عليهم بمية. وبعد كده بعد هاخدهم اغسلهم واحط عليهم ميه واحطهم كده على النار لحد ما ينسلوا. وبعد ما ينسلوا هقول لكم هنعمل ايه. بعد ما سلقناهم نزلنا كده بالبطاطس في طبق وبالهراسه كده، وهنهرسهم هرسه حلوه كده بالهراسه. ممكن لو مش موجود عندك هراسه ممكن تعمليها بكوبايه وتستبدلي الهراسه بالكوبايه، او بشوكه برضو هتأدي الغرض وهتعمل معاك البطاطس. يعني المهم تتصرفي وتعمليها. بعد ما هرست البطاطس نزلت عليها بحبه من الفلفل الاسمر، ونزلت عليهم بضايه وخياره مخلله قطعتها مكعبات صغيره، وزيتون مخلي قطعته برضو كمان مكعبات صغيره. ونزلت بمعلقه من الجبنه الكريمي ومعلقتين من الجبنه الميكس. وهبدا اقلب كده كل المكونات دي مع بعضها لحد ما تندمج مع بعضها كده وتكون جاهزه معايا. انا مجهزه معايا كده بقدونس مقطعاه مكعبات صغيره. ممكن تستبدلي البقدونس تستبدليه ببصل اخضر لو انت بتحبيه وبتفضليه. لقيتها كده ناقصه ملح، نزلت عليها بحبه ملح صغيرين، وهنزل عليها بالبقدونس. وهبدا اقلبه كده لحد ما كل المكونات تتخلط مع بعضها وتندمج كده وتكون جاهزه معانا. هخلصها كده، اخلص البطاطس واخلطها كده مع بعضها وتكون جاهزه. وهبدا هجهز العيش اللي انا هحشيه في البطاطس. ممكن تستبدلي العيش، ممكن لو انت عايزه تعمليها في المعجنات برضو هتعمليها في المعجنات وبتكون برضو يعني لها، بس دي لها طعم ودي لها طعم. عشان يعني انا جربتها كده او كده، فكل حاجه لها طعم تاني. جبت كده معايا العيش بتاع الحواوشي العادي، وهبدا افتحه بالمقص واخلصه كده. تحاولي تفتحي الفتحه حلوه كبيره كده حوالي نص الرغيف، عشان ايه تبداي تعرفي تحشي بيها. فتحت كده الكميه، انا عملت الحبيتين يا دوبك عملوا معايا 3 سندوتشات من العيش العادي بتاع الحواوشي. نزلت كده بكميه من البطاطس، وحاول هتفرديها حلوه فرده حلوه كده في رغيف العيش، وتكون جاهزه بنفس الطريقه كده ومتساويه. معايا كده رغيف تاني هعمله معاكم بنفس الطريقه، بس عشان تشوفوا بنحشي ازاي بالمعلقه كده. وهتدخلي الحشو اللي جوه، وبعد كده هتفرديه بايدك. وبعد ما فردته لقيته كده ناقص يعني حته كده لسه ما خدتش حشو، هنزل عليها بالليل كميه كده واحشيها واخلص كل العيش بالطريقه ديت، ويكون جاهز معايا السندوتشات. خلصت كده الكميه وعلى البوتاجاز هحط كده، هنزل بطاستين معايا. بنتي طلبت مني مكرونه وايت صوص، فنزلت كده بالطاسه ديت نزلت فيها معلقه من الزبده وعليها معلقه ونص من الدقيق. هبدا ادخلهم كده معايا، والزيت هيكون سخن معايا. هنزل طبعا بالعيش لحد على نار هاديه، بس تحاولي توطي عن العيش النار اقل كده من المتوسط، يعني تكون نار هاديه عشان ما ايه ما يتحرقش منك بسرعه. انا عايزاه يتحمر على نار هاديه. ممكن على فكره ممكن تعمليه في الفرن عادي برضو، مش هيبقى برضو طعمه احلى. قلبت كده الدقيق لحد ما طبعا تشمي ريحته كده وتلاقيه يتحمر معاكي. انا مجهزه معايا كوبايه كبيره من اللبن، ومعايا كوبايه من ميه سلقه المكرونه بالمضرب كده. وهبدأ اقلب بالمضرب، بس طبعا اللبن ساقع والدقيق سخن، بالمضرب كده على طول، بس عشان ليه الدقيق ما يكلكعش منك وتقلبيه. بعد ما قلبته كده وداب معايا ونزلت بكوبايه من الميه بتاع سلقه المكرونه، هيكون معايا كده الصوص جاهز. هبدأ برضو بالمضرب، بس هو لسه على النار لحد برضو ما هضيف عليه جبن. كان الرغيف ده اتحمر كده زي ما انتم شايفين، بس هو خد لون من على الجهه ديت شويه، بس طلعته يعني زي ما انتم شايفين كده اللون ده. بس هو عايز برضو كمان حبه تحمير برضو الجهه التانية، لانه برضو فاتح شويه. نزلت كده بالكمية الجبن، وهبدأ بالمضرب كده وهقلب كده الجبن لحد ما تدوب معايا وتكون ايه دابت معايا في الدقيق، عشان بس ما تكلكعش برضو او اي حاجه. حاولي تقلبيها وتكون معاكي لحد ما تلاقيها دابت معاكي. نزلت بحبه من الفلفل الاسمر وحبه من الملح، وقلبته كده ويكون كده الصوص جاهز معايا. انا مسلقه المكرونه ومجهزاها، خلصت كده تحمير العيش او السندوتشات، والصوص معانا كده جاهز على ظهر المعلقه. وهتبداي تحركيه بصبع كده او تحطيه بصبعك، هتلاقيه ما رجعش مكانه، هتلاقيه ثابت كده، يبقى معاكي الصوص جاهز.
نزلت كده بالمكرونه اللي انا مسلقاها ومجهزاها، وكان معايا كده قطعه من الفراخ قطعتها ونزلت عليها على المكرونه وقلبتها في بعضها وكده جاهزه. السندوتشات كده اتحمرت وجاهزه زي ما انتم شايفين بالمقص كده، وقطعت معاكم. بس بجد طعمها تحفه، هتعجبكم جدا ومش هتاخد منك وقت والسريعه. ولو انت مش عايزه تعجني برضو هتعملها بسرعه، هتقدميها كده بالهنا والشفا. هنقول بالهنا والشفا للي كله، بالهنا والشفا للي شاف وللي هيجربها ان شاء الله ويقول طعمها في رايه فيها. هنقول كده انتهى الفيديو، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. وما تنسوش اللايك والشير، ومع السلامه.